هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. رجعت لكم روتيني قبل العشاء، روتيني المسائي. هنا جتني هواي تعليقات، قالوا الطباخ لا تحطيه فوق الكاونتر، واني قبل لا تقولولي حولته لان دا اسوي عشاء. هم حسيت دا يطلع البخار كلش لي فوق، فصار كلش حار الكاونتر. فحولته حطيته هنا، جبت هذا الميز وحطيت جوا القنينة والهذا فوقه، هيجي صار. وعندي هنا هم الثلاجة مو حولتها هناك، من حولتها البلك طلع هذا عندي البلك ما يشتغل، فحولتها هنا. قلت خلي أصلح البلك وأرجعها. إذا هيجي حلو، إذا عجبكم شوفوا قوليلي بالتعليقات إذا هيجي حلو حتى بقي نفس ما هو. وهنا راح أسوي وياكم كوبة جريش. هاي هنا حضرت البصل، راح أقطع البصل وأحطه هنا. خلي أقطع البصل وأرجع لكم. وهنا ثرمت البصل وحطيته هنا بطن هذا. هاي شنو؟ أي راح أسده وأثمره وأرجع لكم. هنا راح أثمره. هاي هنا ثرمت البصل، خلي أفتحه وياكم. هنا ثرمته بس بعد يراد، هم راح أثرمه بعد. وهنا خلصت البصل، ثرمته ثرمة ناعمة. هسه راح أبلش أحط الطاوة على النار وأحط البصل واللحم. هاي هنا حطيت زيت شوية على الطاوة وراح أضيف البصل هسه. هاي هنا حطيت البصل، راح شوية قلبه، وهسه راح أضيف اللحم. وهنا ضفت اللحم وراح أخليه شوية لحد ما أسوي الجريش. هنا راح أطلع الجريش وراح أحطه هنا. هسه هنا هذا الجريش سويته، حطيت بيه المي وحطيت ملح وراح أخليه يرتاح، وفد شوية أرجع له راح أعجنه. هسه راح أخليه هنا، خليه يرتاح. راح أعزل هنا وياكم وراح أجاوبكم على الأسئلة اللي سألتوني إياها بالتعليقات. أكو بنية سألتني إيش قد عمرك؟ عمري 18 سنة. وأكو وحدة قالت لي صارلك إيش قد متزوجة؟ صار لي متزوجة سنة وثلاث أشهر. وعندك أطفال؟ لا ما عندي أطفال، بس حامل بالشهر السابع، يعني إن شاء الله بعد 3 أشهر وأجيب. وادعولي إن شاء الله أجيب بخير والسلامة، وأحبكم كلش هواية. وأريد من عندكم تعليقات حلوة، لأن أنا كل ما أشوف تعليقاتكم الحلوة أتحفز وأقوم أنشر. هسه خليكم هذا أشيله أحطه على السنك وامسح الكاونتر. وهاي هنا اللحم والبصل راح اقلبه. وهسه راح احط فيه البهارات، راح اجيب البهارات واجي هنا راح اضيف خاشوقة ملح كبيرة، هنا فلفل احمر نص خاشوقة، وهنا راح اضيف 7 بهارات. هاي هنا تغير اللون مالته، بقى شوية ويستوي. هسه راح اروح اعجن الجريش اللي سويته وياكم مالت الكبة. هنا راح اعجن الجريش وياكم، راح اعجنه وارجع لكم. هاي هنا راح اقطعهن، وهنا اللحم، وهنا حطيت لايلون وفوق التغطية. هسه اشوف لكم شلون راح اسوي. وهاي علاقة حطيت فوق الصينية حتى احط بيها الكبة. هنا فتحت الكوباية وراح احط بيها لحم. الكاميرا شوية مو واضحة، مدري شلون دا تطلع.
هنا راح أعدلها بيدي، وراح أقلب هذا التشيز منه وأقلبه فوق هذا. أسوي وأرجع لكم. هاي هنا سويتها بهيجي شكل. هسه راح أفتح العلاقة. هاي هنا فتحت العلاقة وطلعت بهيجي شكل. هسه هنا راح أخلص الكوبة، بقت لي قليل وأخلص. هنا بقى شوية، راح أكمل وأرجع لكم. هنا اللحم هم بقى هالقد، وأنا أحب أسوي بالعلاقة لأن تصير أحلى وتصير أرتب شكلها. وشكرا على تعليقاتكم الحلوة، وكلش عجبتني التعليقات مالتكم وسوت لي تحفيز، يعني حفزتني. وشكرا على التحفيزات اللي اعطيتوني اياها، ونورتونا المضيفين الجدد اللي اشتركوا بقناتي الجدد. هنا اسدها كلش زين، ندوس عليها مرة واحدة واسدها، وافتح العلاقة على كيفي. هسه راح اعوف الموبايل من ايدي لان ما ركز، وافتحها وحدي. هنا بنات حطيت مي حار وحطيت بيه ملح ايش قد ما تحطون زين. راح احط 3 خواشيك، من شوية يفور واحط بيه الكبة. هنا حطيت الكبة وحطيت هاي فوقها. راح احط وجبة الثانية هنا راح اسوي هسه هذا. سأكمل واشوف لكم الكبة مالتي. هنا راح اسوي هاي الطريقة الثانية. راح احط هنا لحم واقلب هاي فوقها. هنا حطيت اللحم وراح اقلب هذا فوقه. راح اقلبه وارجع لكم. هاي هنا خلصت الكبة. هنا صارت تقريبا 20 كوباية. هسه هنا راح احطها بالماء. هنا خليت بالماء 10 كوبايات، وهنا بقى 10. الوجبة الثانية اسويها. هاي هنا الوجبة الاولى طلعتها، حطيت الوجبة الثانية جوا. هاي هنا خلصت، راح افتح لكم اياها. صارت طعمها كلش طيبة. بسهمكم الف عافية. ان شاء الله اكل وارجع لكم. هنا صبيت. هنا سهمكم الف عافية ان شاء الله. هنا راح اكل وارجع لكم. هسه هنا بنات ورا العشاء راح ارتب المطبخ وياكم. المطبخ انقلب قلب، الدنيا انقلبت بيها. منين ابلش ما ادري، والسرق متروس بماعين. وهنا بنات عزلت فوق الكاونتر ونظفت، بقى بس الماعين اغسلهن. وهنا راح امسح الطباخ. بعد الطباخ حاله ايش صار، راح امسحه وارجع لكم. ان شاء الله عجبكم الفيديو. هنا راح اجلس الطباخ. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة حتى تحفزوا هواية، ونزلوا لي شنو تردون بالتعليقات حتى انزل لكم فيديوهات. هنا راح امسح الطباخ واغسل المواعين. ووصلت لنهاية الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. احبكم كلش هواية ومع السلامة.